اسمي هالة فرغلي عبد الله، 28 سنة، أنسة. أكتر حاجة غلط بتبعها في أسلوب حياتي هي طريقة الأكل ممكن تبقى مش مظبوطة. لقيت كمان إن في حاجات إحنا مش واخدين إن إحنا بنعملها، زي إن إحنا نبقى واخدين إن إحنا نلعب رياضة بصفة مستمرة، والحاجات دي كلها مش يعني ما عندناش الثقافة ديت موجودة عندنا هنا في مصر، فإحنا بنحاول إن إحنا نتعلمها علشان نكون أحسن يعني. اكتر ناس هتتفاجئ لما تشوفني اكيد صحابي، لاني كان في اللي عنده امل ان انا هقدر ان انا اخس وعندي اراده كويسه، وفي اللي كانت شايفه ان هاله عمرها ما هتخس، لاني وات ايفر بقى، انت عارفه بقى نفسنه البنات والحاجات دي، انا هتفضلي زي ما انتي وانا احسن منك وانا الحاجات دي كلها. لا، انا بقول لاي حد ان انا اقدر ان انا اكون احسن من الحد ده طول ما انا عندي الاراده ان انا اقدر ان انا اعمل كده، وان شاء الله انا هقدر كده طول ما معايا الجروب ومعايا التيم ورك بتاع نسلي كله. اكيد هتتغير حاجات كتير، هتتغير اصلا حاجات نفسيه انا كنت مثلا كنت بعاني منها او كانت بتضايقني. هلبس براحتي، هتعامل براحتي، الالعاب اللي انا ما كنتش بقدر اعملها اللي كنت فيها مع صحابي هبقى براحتي معاهم، حتى للمستقبل يعني ولادي هقدر ان انا احافظ على اكلهم واحافظ على بيتهم واحافظ على النشاط البدني بتاعهم، هقدر ان انا العب معاهم، احاول كمان ان انا اللي اتعلمه احاول ان انا اقوله لغيري وانصح غيري بيه، علشان غيري لو انا في مشكله غيري ما يقعش في نفس المشكله دي. اعتقد ان انا هقدر ان انا افوز بمسابقه نسلي طول ما انا معايا التيم ورك اللي احنا شغالين معاه بيه هنا في نسلي. من اول ما احنا بدانا الكومبيتيشن المسابقه بتاعتنا، من اول ما بداناها ان في ناس كتير حابه انها تساعدنا، في ناس كتير حابه ان احنا لو عندنا مشاكل نقدر ان احنا نتخطاها. هتبرع بجزء من المبلغ دوت لمستشفى الكانسر بتاعت الاطفال، والجزء التاني انا خسيت بقى، فهجيب لنفسي بقى شويه حاجات كده